مساء الخير. سعيدة إني بكون مع حضراتكم الليلة، والحقيقة أنا الليلة موجودة هنا عشان أسدد ديون قديمة وأحتفي كمان بأصحابها وأرد الفضل ليهم. أول دين لولد وبنت كلنا حافظين شكلهم ومؤكد إن حضراتكم شفتوهم، بيبتسموا وبيشاوروا على بكرة، وأكيد لما شفتوهم افتكرتم زي طلب العلا وسهر الليالي وهما موجودين معانا على غلاف سلاح التلميذ. ديون كمان كتير لأبطال شكلوا طفولتنا ومراهقتنا ونظرتنا للدنيا وأحلامنا والبكرة. أدهم صبري، مغامرات كتيرة حمستنا وعشناها وتحمسنا ليها وحسستنا بالفخر في أيام كتيرة. ملف المستقبل وصورة لبكرة، عشنا لغاية ما شفنا بعضها بيتحقق وبعضها لسه لغاية النهاردة سابق زمنه. أما رفعت إسماعيل فده حكاية تانية استمرت مع أجيال أصغر ولسه كمان مستمرة. كنت بفكر إن الحكاية خلصت لغاية ما شفت أسامي كتيرة عظيمة قدرت تكمل في نفس السلسلة وتكمل نفس الحلم. لما شفتها حسيت بالفخر إن الحكاية لسه مستمرة. الحكاية التي بدأت في منتصف الثمانينيات بدأت على أكتاف كاتبين شابين وقتها، الدكتور نبيل فاروق والدكتور أحمد خالد توفيق. تحية لروحهما وتحية لهما بقدر كل السعادة والفخر والأحلام التي صنعوها والتي قدموها لجيلنا والأجيال التالية لنا. تحية لروحهم. لكن الحقيقة عشان يتحقق هذا الحلم كان لازم يكون في شخص هو صاحب الحلم الأول، هذا الشخص الذي آمن بالفكرة وفكر فيها من الأساس وقدر إن في جيل أو مرحلة عمرية محتاجة إن حد يخاطبها ويقدر يحلم على قدها اللي هو ملوش قدها اللي هو قد بكرة وقد المستقبل وقد حاجات كتيرة ممكن نحققها إحنا أو يحققها أولادنا أو تحققها الأجيال الجاية. صاحب هذا الحلم وصاحب الفضل في ظهور كل هذه الأسماء الناشر الرائد الذي صدق حلمه واستطاع أن يصنع هذا الحلم ويحوله إلى حقيقة، الناشر الراحل الأستاذ مصطفى حمدي. دعونا نتوقف قليلاً مع رحلة الأستاذ مصطفى حمدي عبر هذا الفيلم. الأستاذ حمدي مصطفى الأستاذ حمدي مصطفى الناشر الكبير صاحب الفكرة وصاحب فكرة روايات مصرية للجيب الذي حولها إلى حقيقة وقدم لنا 3 أسماء كبيرة ثم عشرات الأسماء وما زال قادراً على تقديم المزيد من خلال المسابقة التي يخرج منها النهاردة بعد 30 سنة من بداية الفكرة المزيد من الأسماء التي تستمر في صناعة الحلم.